سلام عليكم. يومكم مزار. المكان كوكب الأرض. الزمان من 247 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ هل فعلا الزواحف الحاكمة كانت أول من استغل الفوضى في الأرض بعد الانقراض الأعظم؟ وإزاي الاستروسورس الكائن اللي شكله بسيط بقى رمز النجاة في سجل الحفريات؟ هل تكوينات كارو وتشينال بتخبي أسرار عن أسلاف الديناصورات اللي ما اكتشفناهاش لسه؟ وهل الهيراروسورس كان مجرد تجربة فاشلة ولا هو البروفا الأولى لحكم الديناصورات؟ وإزاي الاحتباس الحراري القديم ساعد في تمهيد الأرض لحكم الزواحف؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي لكم. سنة 247 مليون قبل دلوقتي الأرض كانت فاضية تقريبا ولسه بتلملم نفسها بعد الانقراض الكبير، زي حفلة اتلغت فجأة وكل اللي باقي فيها شوية كراسي متكسرة ولومة مطفية. بس وسط الخراب ده كان في نوع زواحف بيحضر نفسه للسيطرة، الأركيوسورات، الأركيوسورس. وتعالوا الأول نعرف الأركيوسورس أو الأركيوسورات. اسمهم معناه السحالي الحاكمة، وفعليا الاسم على مسمى. دول الجدود العظام لكل من التماسيح والديناصورات وحتى الطيور. كان فيهم تنوع غريب ومثير، فيه اللي طلع يطير وفيه اللي قرر يطارد وفيه اللي اختار يتحول لأسطورة بعدين. تخيلوا الكوكب كله ملعب وكل الأركيوسورات دول لسه بيتمرنوا. واحد منهم كان شكله بيجري بسرعة، واحد تاني عنده ديل تقيل بيضرب بيه، وواحد تالت كان بيجرب يقف على رجلين بس، زي ما تقولوا كانوا بيجربوا النسخة البيتة من الديناصورات. طيب هل كانوا أول الديناصورات؟ بس استنوا شوية، الديناصورات ما ظهروش فجأة وقالوا ها نحن تاه، لا، ده كان انتقال تدريجي، وكانوا في الأول أصغر بكتير من اللي بنشوفه في الأفلام. أقدم الحفريات اللي نقدر نسمي أصحابها ديناصورات حقيقية زي الهيراروسورس ظهرت في أمريكا الجنوبية من حوالي 231 مليون سنة فاتت، بس برضه خلونا نكون واضحين، مش معنى إننا لقينا أول حفرية هناك هما بدأوا من هناك. ممكن جدا يكونوا بدأوا في حتة تانية بس الحفريات لسه مستخبية أو راحت عليهم. طيب سؤال، ليه الأركاسورات تفوقوا؟ أولا عندهم جماجم خفيفة وأحيانا فتحات للعضلات، حركة ذكية. ثانيا رجلين طويلة، يعني جري أسرع وهروب أسهل، واللي سبق أكل النبأ. فهم استغلوا إن الأرض فاضية وبدأوا يتكاثروا ويطوروا نفسهم قبل أي حد تاني. يعني باختصار الأركاسورات كانوا أول شلة زواحف قالت إحنا هنمسك الكوكب ده من قفاه، وبدأوا يبنوا على خراب البرج ويحطوا الأساس لعصر الديناصورات، ودي كانت البداية. بس في حين ان بعض الزواحف قرروا يبنوا امبراطوريتهم على الارض، في شويه مغامرين قالوا طب ليه ما نجربش نرجع البحر؟ ومن الزواحف اللي سيطرت على الارض نروح للي غاصوا في الاعماق، الزواحف البحريه اللي قلبت المحيطات لصاله العاب مائيه مفتوحه، الاكثيوسورات والبليزيوسورات. عارفين اللي بيقولوا اللي مش عاجبه يشرب من البحر؟ ده بالظبط اللي عملته الزواحف في الترياسي. البر فاضي اتخانقوا عليه، المحيط مفتوح وما فيهوش كائنات ضخمه بتحكمه، فمجموعه منهم قالت يلا بينا نغوص وناخد اللي ليه. وتعالوا نبدا بالتعريفات. الاكثيوسورس، الاكثيوسورات يعني سحالي السمك، زواحف بحريه شكلها شبه الدلافين، بس لو شافها الدولفين النهارده هيعيط من الرعب. والبليزيوسورس، البليزيوسورات زواحف برقبه طويله او قصيره حسب النوع واجنحه زي المقاديف، وكانت من اشرس المفترسين في بحار الترياسي. طيب ازاي بداوا؟ الزواحف دي اصلها من البر، بس واضح ان هم زهقوا فواحده واحده بداوا يتاقلموا مع الحياه البحريه. اطرافهم اتحولت لزعانف وجسمهم بقى اكتر انسيابيه وبقوا يتنفسوا هواء بس يعيشوا في البحر، زي العيله اللي راحت الساحل وقررت ما ترجعش. الاكثيوسورات نجوم الترياسي ظهرت بدري جدا في الفتره الترياسيه، يمكن من اول 250 مليون سنه، وكانوا في قمه تطورهم في منتصف الترياسي. شكلهم كان بيخدع، تحسهم سمك لا، لكن بيبيضوا برضه لا، دول كانوا بيولدوا صغارهم احياء. والله ده اتاكدنا منه من حفريات لواحده حامل وصغيرها بيخرج منها وهي بتغرق في الطين. اما البليزيوسورات فكانوا عنوان الاناقه القاتله، ظهروا متاخرين شويه في الترياسي، بس لما ظهروا سابوا بصمه، رقبه طويله جدا عند بعض الانواع، جسم عريض ومسطح، واربع زعانف بتديهم قدره عاليه على المناوره في البحر، وكانوا بياكلوا اي حاجه اصغر منهم، وده كان تقريبا كل حاجه. طيب سؤال، ليه الزواحف دي سيطرت على البحر؟ اولا مفيش منافسه تقيله في اول الترياسي، ثانيا تكيفهم السريع، ثالثا قدرتهم على التنفس الخارجي خلاهم يفضلوا قريبين من السطح، وده فتح لهم عالم جديد من الفرايز. يعني من الاخر اللي حصل بعد الانقراض البرمي خلى البحر يتحول لشقه فاضيه، والزواحف البحريه دول اول ناس حطت المفتاح في الباب، دخلوا ووزعوا العفش وسيطروا على كل زاويه في المحيطات. لكن في نفس الوقت اللي المحيطات كانت بتتملي بزواحف عملاقه، كان في كائن صغير شكله مش واعد خالص بيزحف وسط الحشائش مستخبي، ونفسه يبدا يكتب اول سطر في قصه تانيه خالص، قصه الثدييات. في وقت كانت الارض مليانه بزواحف عملاقه بتنهش بعضها، وفي البحر كانت البليزيوسورات والاكثيوسورات بتتصارع، كان في مخلوق صغير بيجري بالليل يستخبى الصبح، وينط من ورا حجر يستخبى تحت شجره، مش هدفه يهاجم ولا يسيطر، هدفه الوحيد انه ينجو. الاول تعالوا نعرف يعني ايه سينابسيس.
السينابسيدز زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت دي مجموعه من الكائنات اللي بدات من قبل الترياسي بكتير، وهي اللي طلعت منها الثدييات في الاخر. مش زواحف لكن في نفس الوقت مش ثدييات كامله، نقدر نقول كده ان هم ابناء العم الغامضين للزواحف والثدييات، واللي كانوا عاملين زي نسخه تجريبيه قبل المنتج النهائي. بعد الانقراض العظيم في اخر البرمي السينابسيدز ما كانوش في افضل حالاتهم، بس كام نوع منهم نجا وبداوا يطوروا نفسهم، وواحده من اشهر العائلات دي كانت الثرابسيدز، وبالاخص تحتهم مجموعه صغيره اسمها السينودونتس، اللي حرفيا بقوا الاباء المؤسسين للثدييات. السينودونتس كانوا مختلفين، عندهم شعر، تنفسهم اسرع، فكهم اقوى ومرن، وبدا يظهر عندهم اسنان متخصصه، مش كله زي بعضه بقى، يعني بيستعدوا للانتقال الكبير من زواحف بدائيه لثدييات حقيقيه. طيب امتى نقول اول ثدي حقيقي ظهر؟ مفيش تاريخ واحد نقدر نحطه على الكائن ونقول اهو ده اول واحد. ليه؟ علشان التطور ما بيشتغلش بمواعيد، لكن العلماء بيقولوا انه من حوالي 225 مليون سنه بدانا نشوف مخلوقات صغيره جدا عندها كل الخصائص اللي تخليها تتصنف كثدييات حقيقيه. طب شكلهم كان ايه؟ تخيلوا فار صغير، عينين واسعين، حركته سريعه جدا، وعايش في كحول، بيتجنب الديناصورات والزواحف اللي اكبر منه، لكن بيكسبهم كلهم في نقطه واحده، التكيف. يعني كان عنده خطه واضحه: اعيش في الظل، اتنفس بهدوء، اتحرك بسرعه، واسيب الكبار يتخانقوا على مناصب الديناصور الاكبر، وانا استنى فرصتي في المستقبل. وده اللي حصل. لكن هل فعلا دول كانوا ثدييات؟ هنا بقى يبدا الجدل. يعني السينودونتس كان عندهم شعر واسنان مختلفه، وبعضهم حتى بيعتقد انه كان بيرضع صغاره، بس برضه هل ده كفايه علشان نقول ثدييات حقيقيه ولا احنا بنتسرع شويه؟ في علماء بيقولوا ان المرحله دي بالذات الكائنات دي كانت لسه في منطقه رماديه، لا هي زواحف ولا هي ثدييات كامله، كانوا بيطوروا صفات تشبه الثدييات لكن مش بالضروره تكون ثدييات تماما. يعني صفات زي ايه اللي كانت لسه ناقصه؟ مثلا تركيب الفك العظمي، الفك العلوي والسفلي في السينابسيدز مش بالبساطه اللي موجوده في الثدييات الحديثه. كمان تركيب الاذن الوسطى، الثدييات عندها 3 عظمات سمع صغيره، اما السينابسيدز ما كانوش وصلوا كده. والشعر لسه ما عندناش دليل مباشر على وجوده، مجرد افتراضات من التشريح. يعني ممكن نقول هم كانوا لابسين لبس الثدييات بس لسه ما خدوش الجنسيه البيولوجيه الكامله. طب وازاي عرفنا اصلا؟ كل ده بيعتمد على تفسير الحفريات، ودي دايما فيها مساحه للشك. حفريات السينابسيدز بتيجي دايما ناقصه ومتفرقه ومش كلها محفوظ كويس، يعني علميا بنبني الصوره زي البازل بس لسه في قطع ناقصه كتير، وممكن الصوره النهائيه تكون مختلفه عن اللي في دماغنا. بس رغم الفجوات الترياسي كان شاهد على بدايه رحله طويله للثدييات، رحله هنتكلم عن ادلتها اكتر مش في الاحلام لكن في الصخور نفسها. من 252 ل 201 مليون سنه الارض كانت بتكتب فصل جديد في كتاب الحياه، بس اللي بيكتبوا مش مؤرخين، لا ده العظم والعروق المتحجره والبصمات اللي اتشالت على صخور صامته. علم الحفريات او الباليونتولوجي هو اللي بيفك طلاسم الفتره دي وبيورينا مين عاش ومين اختفى ومين طلع من رماد الانقراض العظيم اللي قبل. اهم المناطق اللي طلعت لنا حفريات من الترياسي تشكيل شانل في امريكا الشماليه، وصخور كارو في جنوب افريقيا، وتراثات ايطاليا والمانيا خاصه الكيوبر بيدز، وحتى في الصين جبال زي جويجو طلعت حفريات بحريه مبهره، وكل منطقه كان ليها القصه بتاعتها. يعني امريكا مثلا فيها حفريات الديناصورات البدائيه، افريقيا فيها الزواحف الثدييه اللي شبه القطط والكلاب، اوروبا هناك اتكشف عن انواع من التماسيح البحريه والزواحف الغريبه اللي زي كانها خرجت من فيلم خيال علمي. طب ايه اللي الحفريات علمته لنا عن الترياسي؟ ان التعافي بعد الانقراض العظيم ما كانش سريع ولا بسيط، كان تدريجي في طفرات مفاجئه، وان الديناصورات ما طلعتش مره واحده، كان في مراحل وانتقالات بنشوفها في كائنات نصها طير ونصها سحليه، وان الثدييات البدائيه ما كانتش ضعيفه زي ما كنا متخيلين، في حفريات بتورينا ان هم كانوا سريعين صغيرين وممكن يكونوا بيناموا تحت الارض. طب ايه المشكله؟ الحفريات مش بتكذب صح؟ غلط، او على الاقل مش دايما صادقه بالكامل. الحفريات بتيجي ناقصه وممكن تكون اتحجرت في ظروف معينه بتخلي انواع معينه تتحفظ وانواع تانية تختفي للابد. يعني علم الحفريات مش هو الحقيقه الكامله، هو مجرد نموذج مجمع من ادله مقطوعه وفيها انحياز جغرافي كمان. مثلا معظم حفريات الترياسي من نص الكره الشمالي، رغم ان نص الكره الجنوبي كان نشيط جدا، وده بيخلينا نسال هل فعلا الديناصورات بدات هناك ولا احنا بس مش لاقيين حفرياتهم في حتت تانية؟ كمان في جدل كبير حوالين التفسيرات. الكائنات اللي بنقول عليها ديناصورات اولى في باحثين بيصنفوها زواحف متطوره مش ديناصورات حقيقيه، والسينابسيدز اللي قلنا انهم شبه الثدييات برضه في اصوات بتقول اننا بنقرا في الحفريات اكتر من اللازم. يعني ايه؟ يعني متحمسين بزياده وبنركب التاريخ على مقاسنا. ومن اشهر الحفريات في الفتره دي الكوليوفيسز، وهو واحد من اقدم الديناصورات اللي عندنا هيكلهم كامل، والبلاتيوسورس وهو ديناصور نباتي حجمه كبير وبيوضح بدايه هيمنه الديناصورات العشبه، والاستروسورس وده نجم ما بعد الانقراض واللي سيطر على الارض بشكل كوميدي بعد الانقراض الكبير، والاكثيوسورس والبليزيوسورس الزواحف البحريه اللي شكلهم كانهم خارجين من مستقبل مائي مش من الماضي. الخلاصه ان حفريات الترياسي مش بس بتكشف كائنات، دي بتفضح تحولات وتحديات وتجارب للحياه وهي بتحاول تعيد بنى نفسها من الصفر. بس لسه الطريق طويل والمعلومات اللي عندنا مش كامله، زي ما يكون عندنا كتاب من 500 صفحه واللي وصل لنا منه 73 صفحه.
وفيهم صفحات مبلوله ومقطوعه. لكن لو كنا عرفنا الترياسي من الحفريات فالجغرافيا كانت بتكتب قصه تانية، قصه بدأ فيها كيان عملاق اسمه بانجيا يتفكك ويجهز الارض لعصور جديده تماما. خلونا نشوف بدايه الانقسام الكبير. من 201 مليون سنه فاتت العالم دخل واحد من اكبر الانقراضات في تاريخه، انقراض الترياسي الجراسي. انقراض فتح الطريق لظهور الديناصورات كاسياد الارض. ايه اللي حصل؟ تقريبا 75% من الكائنات الحيه اختفوا، وانواع ضخمه من الزواحف البحريه والبريه اختفت. النظم البيئيه في البحار وعلى الارض اتدمرت، والنباتات اتغيرت، والحيوانات اللي كانت مسيطره راحت. ده مش مجرد انقراض، دي كانت اعاده ضبط الكوكب الارض تاني. والسبب الاساسي اغلب العلماء بيربطوا الانقراض ده بحاجه اسمها الكام او السنترال اتلانتيك ماجماتيك بروفنس. دي منطقه بركانيه ضخمه انفجرت بسبب تفكك بانجيا. حمم ضخمه خرجت وغطت مناطق شاسعه، الغلاف الجوي اتشبع بغازات زي ثاني اكسيد الكربون والميثان، وحصل تغير مناخي حاد. ارتفعت درجه الحراره وقلت نسبه الاكسجين واختلت النظم البيئيه، والبحار اتقلبت والانهار جفت، والمخلوقات مش قادره تتاقلم. والنتيجه الديناصورات كانت موجوده بالفعل في الترياسي، بس ما كانوش مسيطرين. مع الانقراض ده الكائنات المنافسه اختفت، فبدات الديناصورات تسيطر وتنتشر وتبني امبراطوريتها في العصر الجراسي. لكن هل الانقراض ده فعلا نتيجه انفجارات بركانيه؟ في اراء تانية بتقول انه في تضارب في التوقيت. في ناس بتشكك ان النشاط البركاني حصل بعد بدايه الانقراض مش قبل، وده معناه انه ممكن ما يكونش السبب الرئيسي. وتاثير الغازات مش واضح. في دراسات بتقول ان كميات الغازات المنطلقه ما كانتش كفايه لوحدها علشان تسبب انقراض بالحجم ده، خصوصا اننا ما لقيناش مؤشرات واضحه لتاثيراتها في كل المناطق. وفي اقتراحات بتقول ان الكائنات كانت فعلا بتعاني من ضغط بيئي سابق للانفجارات. كمان في ثغرات في السجل الحفري، ممكن نكون مفتقدين الحفريات من كائنات كانت عايشه بعد الحدث، وده يخلي بعض الانقراضات مجرد فراغ في البيانات مش فناء حقيقي. وفي وجهه نظر تانية بتقول ان ممكن يكون الانقراض ناتج عن تغييرات مناخيه تدريجيه مش فجائيه، او ان الانواع كانت بتختفي ببطء من قبل كده بسبب عوامل بيئيه مش مفهومه بالكامل. طيب هل الانقراض ده سببه تفكك بانجيا فعلا؟ هنا يبدا الجدل. تفتكروا احنا بنشوف بانجيا وهي بتتكسر، ولا بنشوف تاريخ بشري بيحاول يفهم اللي حصل بنص الحقيقه؟ اللي نعرفه اكيد هو ان الارض مكانها ما كانش ثابت، وان الكارثه اللي حصلت كانت مفتاح لحقبه جديده هتبدا فيها هيمنه الديناصورات وانطلاق الجراسي. طيب ازاي نعرف الحقيقه؟ الحقيقه ان انقراض الترياسي الجراسي مش مفهوم بشكل كامل لحد النهارده. اللي عندنا هو مزيج من ادله جيولوجيه، غازات مجمده في الصخور، حفريات ناقصه، ونماذج مناخيه. يعني القصه لسه فيها غموض، بس المؤكد ان النتيجه كانت نقطه تحول في تاريخ الحياه. وبكده نكون وصلنا لاخر مشهد في الترياسي ونهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقتين اللي فاتوا. هسيب لكم رابط الكتاب في صندوق الوصف. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، واشوفكم في الحلقه الجايه مع فتره جديده ان شاء الله. سلام.